الفيديو ده معمول لعشاق الكنافة. يعني الكنافة بالقشطة هي ما يختلفش عليها اتنين، ولكن استنى لما تشوف الاربع نكهات دول. النهاردة هنعمل 4 وصفات للكنافة مختلفين عن بعض خالص، كل واحد منهم حكاية لوحده. لو عندك عزومة او حتى بتفكري تعملي حاجة مميزة لمشروعك، الفيديو ده هيفيدك جدا. يلا بقى مش هطول عليكي، خلينا نبدأ على طول. معايا نص كيلو من الكنافة. بتشتريها من الراجل ناشفة شوية، بتقولوله ان انت تفرميها وكده. ببدأ افلفلها بايدي. ممكن تفرميها ناعم او تفرميها خشنة شوية، ممكن تفرموها انعم من كده، لكن بالنسبة لي هو ده القوام المناسب. بعد كده في طاسة سخنة على النار هنزل بكوباية سمنة بما يعادل 200 جرام، وانزل عليها بكمية الكنافة بتاعتي. بصوا بقى، انا هنا بعمل الطريقة اللي ماما علمتها لي، وده سر نجاح الكنافة معايا دايما. انا بحط الكنافة المفرومة على السمنة وهي على النار، وافضل اقلب فيها على طول، ما بسيبهاش ثانية. يعني لو سبتها من غير تقليب هتلاقي حتة احمرت وحتة لسه فاتحة، وممكن تتحرق منك وانت مش واخدة بالك. في الاول هتلاحظ ان الكنافه كلكعت شويه مع السمنه وبقت لازقه ببعضها. ما تقلقيش خالص، مع التقليب هتفك لوحدها وترجع مفلفله وتبدا تاخد اللون الذهبي الكريسبي اللي احنا عايزينه. كمان حركه مهمه جدا، اول دقيقه بسيب النار عاليه شويه عشان السمنه تتوزع بسرعه، وبعدين اهدي النار وافضل اقلب لحد ما تاخد لون متساوي وجميل. كده تقريبا اخدت لون ذهبي، بعدها بفضل اقلب شويه، وحتى بعد ما اطفي النار بفضل اقلب لان هي ممكن تتحرق شويه من تحت. كده اللون ده تمام جدا. اول نوع معايا هو الكنافه ويز كراميلايز بيكن. يعني انا مش عارفه اوصف لكم قد ايه هي خطيره، بس اكيد شكلها لوحده بيتكلم. دلوقتي بقى نجهز الكريمه. معايا 100 جرام جبنه كريمي، هنزل عليهم بسكر حسب الرغبه، وبعدين هقلب كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات من الجبنه. وهنزل عليهم بكوبايه كريمه خفق سايله، وابدا اضرب كويس جدا لحد ما القوام يبقى ناعم وكريمي ومتجانس خالص. مهم وانت بتضربي الكريمه ان كل المكونات تندمج مع بعض كويس علشان الطعم يبقى مظبوط وما يبقاش فيه تكتلات. كده قوامها حلو قوي. حطيت طبقة كنافة في الصينية وضغطتها كويس، ونزلت عليها بطبقة من الكريمة. نيجي بقى لأهم خطوة، الكراميلايزد بيكن. معايا بولة فيها صوص كراميل، انا عاملة قبل كده في فيديو، هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن عشان لو حد حابب يعمله في البيت. هضيف عليه حوالي 100 جرام بيكن محمص واقلبهم كويس جدا. بعدين ابدا انزل بالخليط ده على وش صينية الكنافة، واوزعه بالراحة عشان كل حتة تاخد نصيبها من الكراميل والبيكن. شكلها مغري جدا، والطعم بقى حكاية. الافضل بس لو تسيبوها في التلاجة 3 او 4 ساعات قبل التقديم علشان الكنافة تتشرب من الكراميل ويبقى طعمها غني وكريمي. نيجي بقى نجهز كنافة التيراميسو. طعمها خطير وشكلها تحفة، حاجة غربية بروح شرقي. هنزل بطبقة كنافة في القاعدة وافردها كويس جدا. بعد كده هنزل عليها برشة خفيفة من خليط القهوة والمية. وركزوا في النقطة دي كويس، سر كنافة التيراميسو انك ما تغرقهاش قهوة، احنا بس بنديها تلميحة قهوة خفيفة كده. الرشة دي بتدخل الطعم جوه الكنافة وبتوديه في حتة تانية خالص، من غير ما تبقى طرية زيادة. بعد كده احط طبقة من الكريمة وارجع احط طبقة تانية من الكنافة واديها رشة قهوة خفيفة تانية عشان يبقى الطعم فيه نفس التوازن، واول ما تاخدي منها معلقه تحسي بالنعومه والقرمشه. واخر حاجه طبقه كريمه ناعمه على الوش، ورشه كاكاو خام يدينا بس الشكل الكلاسيك والطعم الفاخر. جربيها بالطريقه دي وهتحسي انك عامله تيراميسو ايطالي بروح شرقيه، حاجه كده فاخر من الاخر. نيجي بقى للقمر دي، كنافه نص شوكولاته بندق ونص فراوله. يعني شكلها حكايه، كفايه لمعه الفراوله وريحه البندق والقرمشه خطيره. هبدأ بتحضير الكريمة. دلوقتي بقى هجهز كوباية كريم شانتيه بودر، هضيف عليهم سكر حسب رغبة. أنا يعني مش بحب أزود سكر كتير، فبالنسبة لي كفاية معلقتين. بعد كده هبدأ أنزل بكوباية مية ساقعة. مهم جدا المية تبقى ساقعة عشان الكريمة تمسك معانا وتبقى تقيلة وناعمة. أفضل أضرب لحد ما توصل للقوام الكريمي ده. هنزل بطبقة من الكنافة وافردها كويس، وانزل عليها بطبقة من الكريمة. يعني هساوي الكريمة عشان تبقى سطح الصينية مظبوط. بعد كده هبدأ أنزل عليها بطبقة من صوص الشوكولات. هقسم الصينية نصين، نص هنزل عليه بصوص الشوكولاتة، يعني سيحتها دقيقتين كده في الميكرويف، وابدأ افرد الشوكولاتة كويس قوي. والنص التاني هبدأ اضيف عليه قطع من الفراولة.
يعني لازم الفراولة تكون طازة وما تكونش طرية زيادة عن اللازم عشان تحافظ على شكلها وطعمها المنعش. نزين بقى الشوكولاتة بقطع من البندق، اديله بس تحميصة خفيفة كده قبل ما تستخدميه عشان يدي ريحة للكنافة ويدي قرمشة حلوة. وبعدين هنزل على وش الفراولة بشوية من صوص الفراولة اللي هيديها لمعة وطعم خطير. كده يبقى عندنا صينية فيها اكتر من اختيار، اللي يحب الشوكولاتة يلاقي طلبه واللي يحب الفراولة كمان يلاقي طلبه. دي بقى معشوقة الجماهير، مفيش حد ما بيحبش الكنافة بالمانجا او زي ما بيقولوا عليها الألمظية. هفرد طبقة كنافة وبعدين طبقة كريمة. وهنا انا مش بسقي الكنافة شربات، بكتفي بس انها تاخد من طراوة الكريمة وفي نفس الوقت يفضل فيها قرمشة بسيطة، ما تبقاش معجنة ولا طرية زيادة عن اللازم. وكمان بيخليها اخف في الطعم وسكرها اقل. اخر حاجة خالص بقى بوزع قطع مانجا على الوش مع رشة فستق خفيفة كده علشان الشكل يبقى اجمل. الكنافة دي مناسبة جدا للي بيحبوا الحلويات خفيفة ومش عايزين حاجة مسكرة او تقيلة. وقبل ما نختم الفيديو خليني اقول لكم حاجة، الكنافة مش بس المكونات، الكنافة في طريقة التحضير المظبوطة اللي بتفرق جدا في الطعم النهائي. التفاصيل الصغيرة زي تقليب الكنافة على النار هادية ورشة القهوة في التيراميسو وطراوة الكريمة هي دي اللي بتعمل فرق كبير. لو جربت اي نوع من الاربع انواع دول هتتفاجئ ان النتيجة اقرب للمحلات الكبيرة جدا، ممكن كمان تبقى احلى. لو عجبك الفيديو النهاردة اعملي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوني فيديوهات تانية كتير الفترة الجاية. باي.